ده معانا كده العدسة اللي هي الريد كات او سكوب، سواء يعني هو سكوب او تلسكوب بس فيه تصميم عدسة، يعني كأنه بالظبط عبارة عن عدسة. هو بيجي في الشكل ده كده، يعني ليه الدوف تيل اللي هو البار اللي تحت ده عشان خاطر يتركب عليه العدسة نفسها، عشان خاطر اقدر ان انا استعمله. يعني بفك ده الهود اللي موجود فوق العدسه نفسها عشان خاطر تحميها طبعا، عشان خاطر برضو لو في مثلا ضوء او كده ما يخشش على العدسه مباشره، العدسه تبقى باصه على الاوبجكت اللي هي بتصوره من غير اي مشكله. بفك انا الهود ده كده تمام، وده العدسه عندنا زي ما احنا شايفين، يعني هي كانها فعلا عدسه اللي هي التيليفوتو لينس، زي العدسه اللي هي ال 250 او ال 300 مللي، هي نفس القصه بالظبط. الفوكال لينس بتاعه 250 مللي زي ما احنا قلنا من شويه ان في عدسات. تعالى يا حبيبي تعالى. ياسين هيشاركنا الحلقه بتاعتنا بقى، هو مصمم يعني. فده العدسه بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهي، هي بالظبط زي ال 300 مللي. دي كمان يعني الفوكال لينس بتاعها 250 مللي، فاصغر منها. فانا ليه يعني بحب ان انا استعمل العدسه دي او التلسكوب ده، وما استعملش مثلا عدسه 300 مللي رغم ان هم ممكن يكونوا ليهم نفس الفوكال لينس، لنفس الاسباب اللي انا قلتها في بدايه الحلقه. العيوب اللي موجوده في العدسات التانية زي الكوما، الكروماتيك ابريشن، الفيلد كيرفيتشر، الكلام ده كله يعتبر موجود في العدسه ال 300، سواء الكانون مثلا او النيكون او يعني ايا كان وات ايفر. العدسات التانية دي بنسب طبعا متفاوتة، لكن يعتبر العدسة دي او التلسكوب ده ما فيهوش فيه الكلام ده كله. انا بركب بقى الهود بتاعتي، هي كانت راكبة كده، فانا ايه هركبها على العكس. يعني ادي العدسة بتاعتنا اهي، بركب انا الهود بتاعتي كده. ماشي يا ياسين، تعمل صوت بس هي قوي شوية، صح كده يا ياسين؟ ماشي تمام كده. انا ركبت الهود طبعا، يعني الهود ده لازمته ايه زي ما احنا قلنا، يعني العدسه زي ما احنا شايفين جوه خالص. لو في مثلا انا بصور زي ما بنصور كده عندنا فوق الروف بتاع البيت، حد نور نور ولا حاجه، النور يعني ايه ما يسقطش على العدسه على طول مباشره، لا الهود ده ايه يحميها شويه او يقلل تاثير الموضوع ده شويه. الحاجه التانيه، انا لو عايز اعمل فوكس بقى للكاميرا بتاعتي، كل اللي انا بعمله شايفين الهيليكال فوكسر ده، زي بالظبط فكره عدسات الكاميرا اللي انا بستعملها، هي بالظبط. يعني انا بقى ايه بزود مثلا، بحرك مثلا ده مع قارب الساعه وعكس عقارب الساعه لغايه اما يحصل الفوكس عندي في الكاميرا بتاعتي. ومجرد ما انا اظبط الفوكس بتاعه فعلا، النجوم كلها تبقى شارب في الصوره بتاعتي. في الجزء ده كده الدوريه دي التنشنر بتاع الايه الهيليكال فوكسر. يعني مجرد ما انا اعمل فوكس بقوم ايه رابط التنشنر ده، انا بربطه الاخر كده خلاص. انا ما اقدرش ان انا احرك الايه الهيكل فوكسر ده مره تانية، حتى لو مثلا العدسه خايف انها تقيله او بتبقى واقفه بقى ايه في اوضاع يعني مثلا كده او كده او كده، فممكن تقل العدسه او الهود نفسها يعني ايه ياثر على الفوكس ويحركه. لا التنشنر ده بيمنع بقى الايه القصه دي. في حاجه تانية برضو عندي، يعني ميزه جميله جدا في الريد كات، وهي انا لو عايز استعمل فلاتر، والفلاتر دي هنتكلم ان شاء الله عنها المره الجايه. انا بفك الجزء ده كده. هو على فكره الجزء اللي بره ده يا جماعه مش موجود في السكوب، انا بس يعني حاطه كسبيسر عشان خاطر الكاميرا اللي انا بستعملها عايزه السبيسر ده عشان موضوع الفوكس. فالجزء اللي هو اللي بره ده مش موجود، لكن الجزء اللي بيتفك دلوقتي ده اللي هو قدام ده موجود في الريكات. فانا مجرد ما افكه، شايفين فيه زي ثريد هنا موجود، ده بيبقى مفيد معايا في ايه، في ان انا لو عندي مثلا فلتر عايز اصور بيه مثلا اللي هو الاتش الفا او السلفر او الاكسجين او الكلام ده كله، الانبعاثات دي، ممكن احط الفلتر هنا واقوم مركبه تاني على السكوب، يبقى الفلتر جوه السكوب نفسه. فحاجه جميله جدا جدا يعني. اللي بيستعمل كاميرات ومعاه فلاتر عارف طبعا العناء بتاع انك تركب فلتر على العدسه نفسها او انت كمان بتصور، فبتبقى مشكله كبيره جدا. لا هو بيديني الامكانيه من الاول خالص ان انا احط الفلتر جوه السكوب وابدا ان انا اصور بيه. ايه تاني، في حاجه تانية يا ياسين؟ خلاص. خلاص كده متاكد يعني. في في تاني برضو عندنا في الروتيتور ده يا جماعه، في زي سكيل هنا موجود، مش عارف هو ظهر في الكاميرا ولا لا، احاول ان انا احط له صوره. في سكيل كده يعني 360 درجه، ده روتيتور تمام. يعني مانوال، انا بفك من النوب دي كده، من المسمار ده، افك كده عشان خاطر اقدر ان انا الف الايه العدسات نفسها جوه السكوب. لو انا مركب كاميرا ومثلا مجموعه النجوم اللي انا بصورها مايله كده، فانا عايز اعدلها كده، فاكيد مش هفك بقى الكاميرا واقعد الف وبتاع، لا هو برضو مديني امكانيه هنا ان انا بالروتيتور ده المانيوال ده اقدر ان انا اعدل في الفيلد بتاعي زي ما انا عايز، عشان خاطر اوصل للفيو اللي انا عاوزه. في حاجه برضو مهمه جدا عندنا في ريد كات وبرضه عايزين نتكلم عنها، ودي بتفيدني جامد جدا جدا في موضوع الفوكس. في جزء كده من بره لو انا فكيته برضه تمام كده يا ياسين، ماشي خلي دي معاك.
في عندنا ده الجزء ده كده يا جماعه اسمه باهنت اوف ماسك، تمام. بيعمل ايه، وظيفته ايه؟ انا لما بركبه على العدسه بتاعتي من قدام كده زي ما احنا شايفين، يعني بركبه على العدسه واسيبه، بركبه على العدسه بتاعتي كده. احنا قلنا ان ده الهيليكال فوكسر اللي انا بعمل بيه الفوكس بتاعنا، تمام. طيب انا طبعا بفك الفوكسر كده وانا خلاص يعتبر موجهه ناحيه النجوم. فممكن اما اركب انا باهنت اوف ماسك ده، المفروض عشان خاطر اعرف ان انا فعلا النجوم بتاعتي شارب وان انا فعلا عندي الفوكس المظبوط للنجوم دي، بلاقي فيه 3 خطوط، في علامه اكس وفي خط كده المفروض يبقى في نص علامه الاكس دي بالظبط. لو الخط ده اليمين او شمال علامه الاكس يبقى انا كده اوت اوف فوكس، يعني كده النجوم بتاعتي مش في الفوكس بتاعها. فافضل انا احرك في الهيليكال فوكسر ده لغايه اما الخط ده يبقى في النص بالظبط. في برضو حاجه عايزين نتكلم عنها، وهي في السادل بار ده، يعني هو بيتركب فوق كده فوق الريد كات. فاكرين انتوا الجايدنج سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت؟ قلنا ان هو المفروض يعني يتركب فوق السكوب او ممكن يتركب تحت. برضه هو بيجي مع الريد كات السادل بار ده عشان اركبه انا هنا، واحط الجايدنج سيستم اللي هو الكاميرا والعدسه فوق السادل بار ده واربط عليهم بالمسامير دي، فكده يبقى هو ثابت مفيش فيه اي مشكله. وممكن لو مش عندي السادل بار ده زي ما احنا شايفين انتوا الدوف تيل ده في تحته فتحات، ممكن احط انا بقى الايه الجايدنج سيستم بتاعي من تحت واربطه بمسمار هنا عشان خاطر يبقى برضه متوجه ناحيه الايه نفس الفيو اللي انا بصوره. طيب ايه تاني؟ انا المفروض ان الريد كات ده يعني بيركب على كاميرات كتيره جدا، سواء الزي دبليو او، سواء النيكون، السوني، الكانون. فانا بستعمل اللي هي الكاميرا الكانون. فطبعا عشان هو اقدر ان انا استعمله على الكاميرا بتاعتي لازم يبقى جاي معاه ادابتور عشان خاطر اركبه على الريد كات بتاعي، تمام. يعني بلف وانا في الجزء ده كده، والناحيه دي بيركب بقى عليها ايه الكاميرا الكانون بتاعتي، يعني بجيب الكاميرا الكانون بتاعتي واقوم مركبها هنا، خلاص اقدر ان انا استعملها مع التلسكوب بتاعي كده. يعني نكون خلصنا الحمد لله الحلقه بتاعتنا النهارده. اتمنى ان انا اكون يعني قلت كل المعلومات خاصه بموضوع اللينس والعيوب بتاعتها والتلسكوب، وازاي اقدر ان انا اختار يعني عدسه لموضوع التصوير الفلكي بتاعنا. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك سبسكرايب وشير عشان خاطر ياسين حد شاركنا الحلقه دي. في طبعا اي حاجه مش مفهومه، في اي حاجه مش واضحه، في حد عنده كومنت، ما ينساش يعلق ويحط الكومنت بتاعه على الحلقه في الكومنتات تحت، وان شاء الله باذن الله ارد على الكومنتات كلها انا وياسين باذن الله. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.